في ذلك المكان الذي أرسلت لك موقعه الجغرافي. انكشفت أيها الخائن، ستدفع الثمن خيانتك هذه. والله اني رايح فيها. ألو سالم، هل تسمعني؟ يا إلهي، ماذا حدث لسالم؟ لماذا لم يعد يرد على مكالمة الهاتف؟ للأسف سالم انكشف. يا إلهي، وماذا سنفعل الآن؟ سنسلم الخريطة لذلك المجرم لكي ننقذ فراس وسالم. سيدي، ماذا سنفعل بهذا الأحمق الخائن؟ هذا الخائن لقد أخبرهم عن موقعنا، فيجب علينا أن نتجهز لمواجهتهم. وين؟ ما ندري. أي بلد؟ ما ندري. يا حلاوة. تفضلي وجربي رائحته. يا جماعة الدنيا دي جرى فيها ايه؟ يا إلهي، ذلك الشخص الذي جعلني أشم العطر هو من العصابة. يا ترى ماذا يكون قد حدث لعنتر وللفتى؟ يا إلهي، يبدو عنتر هو الآخر شم ذلك العطر. استيقظ يا عنتر. في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين؟ أين هو الفتى يا عنتر؟ عن أي فتى تتكلمين؟ وتذكرت الفتى لقد أخذوه العصابة. أين أخذوك يا ولد الحبيب؟ لا أعرف، هل أفرح لأن العصابة خلصتنا من ذلك المشاغب، أم أحزن لأنهم أخذوه دون أن يدفعوا لنا المال؟ ماذا تنتظر؟ هيا تعال اتبعني. أوكي. سيدي، لقد جاءوا. ماذا سنفعل الآن؟ إذا فعلوا أي حركة سنفجر رأس هذا الخائن حتى نثبت لهم بأننا لا نمزح. أخي، أشعر بقلبي سيتوقف من الخوف. يجب علينا أن نتكلم مع هذا الأحمق بهدوء حتى لا يقتل سالم. نعم، معك حق. هيا بنا نسلمه الخريطة لكي لا نعرض حياة سالم وابني فراس للخطر. هل أحضرتم الخارطة أم لا؟ نعم أحضرناها، ولكن أين هو ابني؟ سلميني الخارطة حالا لكي تنقضي ابنك الموجود في تلك السيارة المفخخة بالمتفجرات. يا إلهي، قلبي لا يتحمل هذا المشهد. هذا الرجل حقا أنه مجنون. كيف طوعت نفسك الخبيثة لتجعل الولد صغير يعيش هذا الرعب؟ ألم يبقى في قلبك إنسانية؟ للأسف والدك هو من قام بقتل إنسانيتي من زمان. كيف تقول هذا الكلام؟ فعندما مات عمي وتركك صغير، تبناك أبي وأعطاك كل الحب والحنان. أنا أيضا كنت له كالولد المطيع، وبتعبي نجحت كل صفقاته التجارية، وفي الأخير أوقعني في الفخ وأرسلني إلى سجن، فضاع من عمري 10 سنوات وراء القضبان. أنت من بدأ بالخيانة. ابني فراس. يا إلهي، ماذا حدث؟ أنا لم أفجر السيارة، صدقوني. ابني الحبيب. سارة، أنا لم أفعل شيء. أبعد يديك القذر عنها. إن تحركت سأفجر رأسك هذا أيها المجرم. يجب عليكم أن تصدقوني بأنني لم أفجر السيارة. توقف يا فهد، لا تطلق النار. هذا المجرم يجب أن يموت. للأسف هذا المجرم أقسمت على حمايته حتى آخر نفسي. أيها الخائن، كيف تحمي هذا المجرم؟ فأنا لا أصدق بأن لدي أخ مثلك، ولكن إذا أردت أن تحميه من الرصاص فلن تحميه من الحقيقة المرة. فهد، اصمت. عن أي حقيقة يتكلم هذا؟ نعم، الحقيقة التي لم يعد فائدة من إخفائها، فالفتى الذي فجرت به السيارة فهو ابنك. لا، هذا غير صحيح، أنت تكذب. نعم، إنها الحقيقة. فعندما طلقت سارة كانت حامل، ولذلك أرسلها والدها إلى خارج البلاد حتى لا يكشف حملها، وبعد ذلك نشرت إشاعة على أنها تزوجت من بعد طلاقها. يا إلهي، ماذا فعلت بولدي؟ يكفي عزيزتي، يكفي بكاء. إذا بقيت تبكي هكذا ستمرضين، فأنا أوعدك بأني سأبحث عنه وسأجده. من يطرق الباب يا ثرى؟ أنا قادم. يا إلهي، ما هذا؟ لا أصدق.
يا حلو لا تنسى لايك واشتراكك في القناة.